الكنافة بالقشطة حرام والله تدفعي فيها فلوس قد كده، وهي مفيش أسهل منها. حاجة كده سهلة وبسيطة ولذيذة وسريعة وما بتاخدش وقت. وفعلا لو اشتريتيها من بره عمرها ما هتطلع أحلى من اللي انت هتعمليها في البيت، وكمان أرخص من اللي انت هتشتريها من بره. خليني أقولك على طريقتها اللي تخليها ممتازة معاكي بالشكل ده. لونها تحفة، واخدة تسوية ممتازة، وازاي يطلع معاكي اللون ذهبي بالشكل ده، وكمان الكريمة اللي جوه طعمها ياخدك في دنيا تانية. خلينا اول حاجه ندخل على الطبقه اللي في النص، طبقه الكريمه. لازم نجهزها هي اول حاجه. اول حاجه هنا هحط معايا كوبايتين من الحليب. تقدري تستبدليهم بميه، بس الحليب طبعا افضل وهيديكي طعم غني اكتر. انا بقولك على البدايل مش اكتر، بس هي الصح فيها الحليب. حطيت كوبايتين من الحليب، احط عليهم معلقتين من السكر، وممكن تستغني عن السكر اللي في القشطه اللي في النص، لانك انت كده كده هتشربيها شربات في الاخر. حطيت عليهم كمان معلقتين من كريمه الكريم شانتيه. ممكن كمان تستغني عنهم، بس بتدي قوام كريمي وبتدي طعم حلو جدا. وحطيت كمان معلقتين كبار من النشا. يعني الاساسي معايا في الوصفه دي هي الحليب والنشا. كل الحاجات التانية اضافات تقدر تستغني عنها، هتخلي بس معاكي الطعم يكون غني اكتر وتخليه طعمه كريمي وحلو اكتر. هضيف كمان دلوقتي بعد ما حطيتها على النار، الاول قلبتهم على البارد وبعد كده رفعتهم على النار. اول ما بتتقل معايا شويه بالشكل ده، بحط شويه من الفانيليا ومكعب من الزبده او السمنه. المتوفر عندك، مش متوفر مش لازم خالص. خلاص كده انا كده تقريبا قلت لك كل البدايل. يبقى كده الاساسي معانا الحليب والنشا. وتقدري تستبدلي الحليب بميه، بس الحليب هيديكي طعم غني، والحاجات التانية هتديكي طعم احلى. خلاص بعد ما خلصنا الكريمه ركناها على جنب، جبت كده عجينه الكنافه دي اللي هي السنبله. تقدري تجيبي اي كنافه انت عايزاها. المهم عندي ان انت تجيبي الكنافه وتجمديها عشان لما تيجي تفركيها تتفرك معاكي وتديكي نتيجه حلوه جدا، وكمان تديكي القوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. بعد ما جمدت الكنافه بتاعتي طلعتها، وبدات ان انا افرك فيها وان انا اكسرها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. بافضل امسكها بايدي كده لازم وهي مجمده نعمل الخطوه دي، ما نستناش عليها لما تفك ابدا، لان انا اصلا عايزه اعملها وهي مجمده. بفضل ان انا بقى افرك فيها كده، هتلاقيها نعمت معاكي بسهوله. تقدري كمان تعمليها في الكبه، بس الكبه هتنعمها لك قوي. احنا عايزين القوام اللي هو في النص، اللي هي لا تبقى ناعمه قوي ولا تبقى خشنه قوي، اللي هي الوسط، عشان تديكي نتيجه كويسه. هنفركها بايدينا كده بالشكل ده لحد ما نخلص كل الكميه بتاعتنا وتبقى معانا زي البودر زي ما هتشوفيها دلوقتي. هنا انا كده كنت فرمتها كلها بالشكل ده. ده كده نص كيلو من الكنافة. النص كيلو من الكنافة هحط عليه معلقتين كبار من السكر، سواء سكر حبيبات او سكر بودر. ودول اللي بيخلوا الكنافة تطلع معاكي باللون الذهبي الجميل اللي انت شفتيه في الاول. فالسكر معانا من الحاجات الاساسية اللي لازم نحطها على الكنافة. تاني حاجة معايا كوباية الا ربع سمنة على زيت، أو زبدة على زيت. طبعا المادة الدهنية دي ترجعلك، بس الزبدة والسمنة بيدوا طعم حلو جدا على حسب جودة الحاجة اللي انت حطاها. يعني لو حطيتي سمنة جودتها كويسة هتديكي نتيجة كويسة. لو حطيتي زبدة الجودة بتاعتها كويسة برضه هتاخدي نتيجة كويسة. فأنا هنا حطيت كوباية إلا ربع سمنة على زيت، وبدأت إن أنا أفرك فيهم، سيحتهم وبدأت إن أنا أفرك الكنافة بيهم كده. الكنافة مع السكر والسمنة بالشكل ده لحد ما كلها تتغلف معايا بالسمنة كويس. تبقى كده الكنافة معايا جاهزة. يبقى احنا كده جهزنا الكريمة وجهزنا كمان الكنافة. في الوقت ده بكون مولعة الفرن عشان يسخن معايا. ودلوقتي هنعمل الكنافة وندخلها على طول في الفرن. انا كنت سبت معلقتين من السمنة اللي انا مسيحاها في جنب، وبعد كده هبدأ ان انا اغلف الصينية بتاعتي. دي صينية مقاس 28، كده هتاخد معايا نص كيلو الكنافة. هبدأ بقى ان انا اخد نص الكمية الكنافة واحطها تحت، وانا بحطها تحت كده هبدأ ان انا اعمل في الاطراف بتاعتها زي حرف كده عالي، عشان لما احط الكريمة بتاعتي ما تبوظش من الجنب، وبالتالي هتلزق معايا. يعني الجنب اللي انا بعمله اللي انا باكد عليه في الاول ده، ده كده هيحمي الكريمه اللي احنا هنحطها في النص. فلما نيجي نقلبها هنلاقيها بتتقلب معانا بكل سهوله. لو الخطوه دي ما اتعملتش كويس، لما تيجي تقلبي الكنافه هتلاقيها اتكسرت منك، لان الكريمه هتكون لازقه في الجنب، فهتخلي الكنافه تتكسر معاكي. فدايما غلفي الاطراف كويس عشان لما تحطي الكريمه ما تبوظش معاكي، وتقدري ان انت تقلبيها بكل سهوله، وهتتقلب معاكي بكل سهوله طالما انت
الصينيه بتاعتك كانت ناشفه وغلفتيها بالماده الدهنيه وكمان عملت لها حرف من الجنب، فاضمني ان هي تتقلب معاكي بكل سهوله. بعد ما حطيت الكنافه، نص الكنافه، بدات ان انا اضغط عليها بالشكل ده كده، بسويها كويس جدا وبعدين بضغط عليها كويس قوي بايديا الاتنين. كده جبت الكريمه بتاعتي وهنزل عليها على طول في النص كده، وببدأ ان انا بالراحة بوزعها، ما بخليش الكنافة تختلط مع الكريمة. يعني ما بخليش المعلقة خالص توصل للكنافة، عشان ما تبقاش داخلة فيها كده، شايفين؟ هي من فوق بس انا بلمس الكريمة من فوق، وببدأ ان انا اوزعها بالشكل ده. احط بقى كمان دلوقتي الطبقة التانية من الكنافة، وبعد كده بحط في الاطراف برضو بنفس الطريقة. بقفل الاول الاطراف، بغلفها كويس بحيث ان انا الكنافة تكون متقفلة كويس من الجنب عشان تقفل على على الكريمة بتاعتي. بوزع بقى الكمية كلها كده، وببدأ ان انا امشي ايدي عليها عشان تبقى كلها متساوية تحت ايدي. لو لقيت حتة عالية عن التانية ببدأ ان انا اوزعها، وبضغط عليها بالراحة كده، وبقفل من الجنب. وبعد كده خلاص الكنافة بتاعتي بتبقى جاهزة بالشكل ده. بعد ما خلاص جهزتها كده، هدخلها الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة متوسطة لحد ما تاخد اللون الذهبي من الجنب بالشكل ده، عشان لو الصينية بتاعتك مش بايركس تعرفي. اول ما تاخد اللون الذهبي ده يبقى هي كلها خدت اللون الذهبي من تحت. هتفتحي الشواية لحد ما تاخد اللون ذهبي من تحت ومن فوق. هنا بعد ما طلعتها هقلبها بقى على طول، قبل ما احط الشربات وقبل اي حاجه بقلبها. وبعد كده بوزع عليها الشربات بتاعي. الشربات بتاع الكنافه بيكون تقيل وبارد، انا مجهزه الشربات عندي، كان عندي شربات جاهز بالشكل ده. شربات الكنافه بتبقى كوبايه ونص من كوبايه ونص من الميه، عليهم كوبايتين من السكر، وعصير ليمون وشويه من الفانيليا. نرفعهم على النار لحد ما يغلوا كويس، وبعد كده بنطفي عليهم النار ونسيبهم لحد ما يبردوا. ده كان عندي جاهز، طلعته وبدأت ان انا اوزعه على الكنافة بتاعتي كده بالشكل ده، وكده بقت جاهزة معايا كويس جدا. اقطعها بقى معاكم واوريكم من جوه شكلها عامل ازاي. حلوة جدا جدا جدا، ممتازة، ما بتاخدش وقت، ما فيش نص ساعة بتكون خلصانة. ما تدفعيش فيها فلوس وتجيبيها من بره، والله الطريقة دي ممتازة، ماشية عليها بقالي سنين. تحفة جدا، ما فيش حد كلها عندي الا وسألني على طريقتها. اتمنى اكون افدتكم بالفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. باي باي.